السيدات والسادة أبناء الشعب المصري العظيم من المقيمين في الخارج، كل سنة وحضراتكم وكل أحبابكم بكل الخير بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم. أكرر مناشدتي لحضراتكم بجعل أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين أياما للأمل، والتوجه إلى مقر السفارات والقنصليات لتحرير التوكيلات اللازمة لترشحي لانتخابات الرئاسة القادمة. أبناء الشعب المصري الأوفياء المقيمين في الخارج، كما كنتم دائما نعم السند للاقتصاد المصري في هذه السنوات الصعبة، الآن أمامكم مهمة أخرى كبيرة لتحرير إرادة الشعب المصري الممنوعة والمقموعة كما شاهدتم طوال الأيام العشرة الماضية. لحسن الحظ حضراتكم أحسن حالا في القدرة إلى الوصول في هذا الحق الدستوري البسيط من أجل تحويل الحلم إلى واقع والانتقال إلى الدولة المدنية العصرية الديمقراطية الحديثة التي تحفظ وتصون حقوق وكرامة وحرية مواطنيها. ولعلها مناسبة أن أجدد شكري لمن تفضل من حضراتكم بالمساهمة في كتابة برنامجي الانتخابي ليعبر عن التنوع المطلوب وليصبح روشتة إنقاذ وطني. تلك المساهمات التي لم تكن فقط على مستوى الدفاع عن حقوق مشروعة للمصريين في الخارج، وإنما كانت الدفاع عن حق الوطن وجميع المواطنين، وهذا ليس بغريب على مجموعة من صفوة أبنائه الذين دفعهم البحث عن الحلم وعن المستقبل الأفضل إلى التغرب عن أرض الوطن. أنتم في القلب قريبون، أدعوكم وأرجوكم أن ترفعوا هذا العبء عن الوطن وأن تحرروا إرادة الشعب المصري. يحيى الأمل.